ناس كتير بتقول ان اساور الذهب بيبقى فيها سوستة حديد، وفاكرين ان احنا بنبيع الحديد بوزن الذهب. ايه القصة وايه الموضوع؟ تعالوا نشوف. بس الأول قبل ما نبتدي لازم نبقى عارفين إن الأساور في منها أنواع كتيرة جدا. في منها اللي بيبقى مفتوح من فوق وليه سوستة من تحت، وده بيخلي الاسوره تفتح وتقفل على الجنبين. وفي نوع تاني بيبقى فيه قفل، سواء كان القفل ده موجود في الجنب او موجود تحت. والقفل ده بيبقى موجود من تحت، الاسوره في الحاله دي بتكون مفتوحه وبيبقى فيها زي السلسله كده، تقدري تطولي الاسوره او تضيقيها زي ما انت عايزه. وفي نوع تالت من الاساور بيبقى الذهب نفسه فيه سنه فلكسبيليتي، بحيث ان هو يقدر يفتح معاكي ويقفل عادي جدا. طب ايه قصه الاساور اللي فيها سوسه الحديد دي؟ السوسته دي بتبقى موجوده في اخر الاسوره من تحت، بيبقى ليها زي مسامير ذهب كده ماسكاها، وده اللي بيحافظ على ان الاسوره لما تفتح ترد تاني في مكانها. فهل كده انت بتاخدي الحديد على انه ذهب؟ اكيد لا، لان الاساور دي لو انت بتشتريها من ماركه كبيره ومعروفه فانت كده كده بتبيعيها كلها على بعضيها ذهب، ايا كان وزن السوسته اللي جواها دي قد ايه. وبس كده. اكتبوا لنا بقى في الكومنتس بتحبوا انهي نوع من الاساور ديت. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.